اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الجوله اللي كندير الصباحيه في شاطئ فانخيرولا كالعاده، لان تنحاول باش نمشي مع كورنيش من الراس حتى للراس باش يعني نستنشق الهواء وندير شويه الرياضه. البارح كانت عندي واحد حاش نقول لكم، كنت فرحان بزاف لقيتاش اللبؤات انتصروا بالجديه، وما ادراك ما الجديه. احنا كنشوفوا من سيدنا الله ينصروه قال لنا خص تكون الجديه، خصها تكون في جميع القطاعات. قلت لكم قبل رقرقه جميع القطاعات، اليوم كنطالب بجديه جميع القطاعات. راه اي قطاع اذا تعطت فيه الجديه المغرب غادي نوليو حنايا سنغافوره، نوليو حسن من الدول الاوروبيه. اش كتبقى الجديه. فتيقوا بيا هنا في فانخيرولا كاينين المغاربه بزاف، ولا قلت لكم اصلهم من فيهم الناس الجنوب ولكن فيهم ناس الشمال المغرب. سالت واحد منهم يماتريكولي 40 ديال طنجه، قلت له علاش جيتي لفانخيرولا؟ كاينه طنجه جميله فيها. قال لي بالضبط محلو كيكريه، السكن ديالو كيكريه ب 4000 درهم تيجي تيكري هنايا ب 150 اورو. شتي الفرق؟ يعني 1500 درهم، هذا فرق كبير. ثانيا تيقول لك هنا كاين الاحترام ديال جميع الاشياء، ها الجديه في النظافه، في السير والجولان، في عدم في احترام المصطافين، في اي شيء يمكن لكم يجيكم تشوفوه. اذا خصنا الجديه، وخصنا نبداو الجديه في التعليم ديالنا، نتربوا على المواطنه والوطنيه. المواطنه هي احترام القانون، احترام المدينه ديالك، احترام النظافه، احترام اي شيء اللي يبان لك انه داخل في الجديه. اذا الجديه ثم الجديه. تحيه لكم من فانخيرولا، نتمنى لكم تبارطاجيوه هذا اللايف اللي كندير لكم من مدينه فانخيرولا. السلام عليكم، وانا استنشق الهواء الجميل ديال البحر ونكمل الجوله ديالي اللي كيكون فيها تقريبا واحد ساعه المكانه ديال المشي على الرجلين، وهذا تيعطي واحد القوه للذات وخاصه لينيرجي بالجديه. تحيه لكم.